استني بس استني بقول لك. في ايه حضرتك؟ انت ما انت ماشي ورايا ليه؟ عايز ايه؟ انا معجب بيك، عايز اتعرف عليك. انت اسمك ايه؟ لا ما تتعرفش عليا، بقول لك ايه بالله عليك، قدرني من اهل بيتك يعني، وما تمشيش ورايا بالله عليك، سيبني في حالي بقى لو سمحت. يا بنت استني بس. انت عايز مني ايه؟ ايه اللي جابك لحد ورايا هنا؟ طب اسمعيني بس بالله عليك امشي، هتحصل لي مصيبه. اديني فرصه اكلمك، عايز اتكلم معاك. بالله عليك امشي، هتحصل لي مصيبه. والله انا داخل البيت من باب وانا عايز اتكلم معاك. اهدي بس. لا داخل البيت من الباب ولا داخل البيت من الشباك، بالله عليك سيبني في حالي، بنات الحلال كتير على قفا مين يشيل، بالله عليك خد بعضك وامشي عشان ما تحصليش مصيبه. مش فاهم هي بتعمل كده ليه. انا بقى هتقدم لاخوها واطلب ايديها رسمي ونشوف اخرتها معاها ايه. نور يا رامي، عامل ايه؟ حبيبي يا كريم يا صاحبي، بنورك والله. ربنا يعزك. يعني انا قلت بقى يعني اجي البيت من بابه كده واتعرف عليك، وعايزين يعني نبقى نسايب نحط زيتنا في دقيقنا واحنا اخوات واهل. وماله حبيبي؟ ماله؟ انا سألت عليك بس طبعا لازم اخد رأي العروسة الاول. عم خد رأي العروسة وان شاء الله توافق يعني والدنيا تبقى تمام، وانا هبقى جاهز ومستعد لاي حاجه. ها سلوى، ايه رأيك في رامي؟ اللي تشوفه يا اخويا، لو انت موافق خلاص يبقى انا موافقه. خلاص يا سيدي، العروسة موافقة على خيرة الله. بس يعني انت فهمتني غلط. انا قصدي يعني جاي اخطب اختك التانية. اختي التانية؟ مين اختي التانية دي؟ الشاي. هي ده استاذ كريم، هي ده كريم اختك التانية اللي بقول لك عليها. اخت مين يا عم انت؟ دي الخدامة. خش يا بنت جوه. مش روحي من قدامي، امشي. يلا، دي الخدامة دي. الخدامة؟ ده انا كنت فاكرها اختك وكده، وكنت جاي اتقدم لها. ازاي بس؟ يعني انت سايب اختي ورحت تبص الخدامة؟ يا عم دي خدامة. بقول لك ايه، انا موافق واختي موافقة. فكك بقى من موضوع الخدامة ده. بس انا بحبها هي يعني واخترتها هي، ما اخترتش اختك. يا عم روح شوف انت رايح فين يا عم. يلا يلا يا عم، اخت مين وخدامة ايه؟ يلا. بعدين يا كريم في المشكله دي، ده انا افتكرت نفسي هتجوز. معلش. انت تاني عاجبك اللي انت عملته؟ انا اتضربت واتهنت وكمان اتكرشت من اكل عيشي بسببك. حقك عليا، بس انا ما عملتش حاجه غلط. انا كل اللي عملته ان انا بحبك وعايز اتجوزك. انت قدمت لك، ايه المشكله؟ يا عم انا مش عايزه جواز، انا عايزه اكل عيش، سيبني في حالي. استفدت ايه دلوقتي؟ اديك جيت دمرت اللي انا كنت ببنيه واللي انا كنت بعمله. انا ما صدقت ان انا اشتغلت عند الناس دي ولقيت الشغل ده بعد تعب وبعد طلوع روح. ليه كده؟ حرام عليك ليه؟ انا عايزك بس تديني دقيقتين نقعد مع بعض ونتكلم، وبعد كده ست تعملي اللي انت عايزاه عشان خاطري. تعالي. انا عايزك هدى تهدى وتفكري في الموضوع. انا مش طالب منك حاجه غلط ولا عيب لا سمح الله. انا عايز نتجوز ونتلم في بيت واحد زي كل الناس. ايه المشكله؟ يا عم انا مش عايزه اتجوز، مش عايزه اتجوز ولا عايزه اتنيل. انا ما صدقت لقيت مكان اكل منه عيش. انا تعبت قوي 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 على ما اشتغلت. وبعدين من ساعه ما ابويا طلق امي واحنا صغيرين واحنا اتبهدلنا في الشارع واتمرمطنا، وربنا عالم احنا شفنا ايه. وانا ما صدقت ان انا لقيت مكان اكل منه عيش واشتغل فيه واعرف اعيش، وانت جاي تقول لي جواز؟ جواز ايه؟ جواز ايه بس؟ ومين قال لك بس هدى ان انا هاخدك ارميكي في الشارع ولا حاجه؟ انا عندي شقتي الحمد لله وشغال والحمد لله يعني الدنيا كويسه معايا. انا مش محتاج منك غير موافقتك انت بس. طب هو انا يعني اضمن منين ان انت ما تضحكش عليا وتلعب بيا والله ما ممكن بلعب. ترميني. والله لا هرميكي ولا حاجه ولا بلعب بيكي. اوعدك هعوضك عن كل يوم وحش شفتيه في حياتك. اطمني لي واسمعي مني. مش عارفه. ما تخافيش يا هدى، والله يا بنتي بحبك وعايزك في الحلال. بالله عليك هتراعي فيا ربنا ولا انا عشان ماليش اهل هتبهدلني زي والله الدنيا؟ فيك ربنا، وصدقيني هعوضك عن كل يوم وحش شفتيه في حياتك. بجد؟ بجد. يلا بينا تعالي، يلا بينا نروح لأقرب مأذون. مستنية ايه؟ يلا تعالي.